الليلي من مدينة العيون المحتلة. نظمت اليوم الجماهير الصحراوية وقفة سلمية بمناسبة للتنديد باتفاقية الصيد البحري المطالبة بالاستقلال، وتزامن مع مجيء نائب المقرر الخاص بحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي مكلف بالصحراء الغربية. كانت الوقفة السلمية محضة. دخلت قوات القمع المغربية كما العادة في المتظاهرين بالضرب والركل. بالنسبة لي ركزوا على بصاراتي ونطروهم، نزعوا مني نظارات، خبطوني على الظهر وتباركم على الباس ينطروا. ونحن ماضون حتى الاستقلال التام بإذن الله. لا بديل عن تقرير المصير. سنمضي لا نريد وطن حر وشعب سعيد. شكرا.